العقل المبرمج على مواكبة الفعل وردة الفعل لا يجوز التفكير بمسائل أخرى تتطلب تفرغا ذهنيا مشبعا بالصفاء والهدوء. لهذا نجد العنف قد تأصل في ذوات الأفراد إثر خيباتهم المتلاحقة ومعاناتهم التي تزداد، إثر ثقة متزعزعة بالنفس وبالقدرة على التغيير في ظل التقاليد، الأسرة، العشيرة، الحزب، السلطة الحاكمة، فجميعها تضافرت كعوامل لبناء شخصية مغتربة منفعلة تعيش ليومها ومستقبلها الغامض. إذن في ظل تلك العلائق المشوهة التي تتخللها مشاعر اليأس والإحباط، لهذا نجد حتى مدعي العلمانية قد حافظوا على هذه الطقوس جزئيا لتثبيت حكمهم للمجتمع وتحكمهم بذائقته وأسلوب حياته، حيث لم تعد المشكلة هي فصل الدين عن الدولة بقدر ما هي تمثيل جوهري لها على أرض الواقع، وليس أي تبجح يخفي نقيضه. فالشعائر والإيديولوجيات التنويرية أضحت حبيسة صفحات الكتب، ومحاولة فهمها وتطبيقها على الأرض أضحى بمثابة الهدف الضائع. لهذا نجد الألم هنا مؤسسا على سلسلة العلاقات النفعية الغرائزية المتنافرة مع الحب والعيش الطبيعي. هكذا يتم عيش الأحاسيس في ظل منظومة تكافح التعددية لصالح بروز منهج الإبادة الثقافية وطمس الهويات، ويفسر ميل الشباب للجنس كتعبير عن سطوة المنظومة النفعية، وكذلك تمثل شكلا من أشكال جلد الذات وتفشي المراهقة السياسية والأمية الإيديولوجية، والتي تعني بطبيعة الحال سلوك الإيديولوجي منهجا نفعيا يربي من خلالها ذائقته التقليدية المبنية على التقاليد الاستهلاكية وولاءه المبطن لها رغم ترفعه المزعوم عنها، بغية استمرار الفساد القيمي الذي تغلفه مصالح الآخرين الذين وجدوا في الحزب ميدانا يكفل الحفاظ على الامتيازات من منصب ووجاهة واعتبار. إن شيوع الهوس بالجنس في المجتمعات المكبوتة هو نتيجة طبيعية عن تلك العادات والتقاليد المبنية على الإجحاف بالرغبات الطبيعية والدوافع التي أهمل تنظيمها بسبب سلوك المؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالسلطة مذهبا رجعيا فاسدا، وكذلك تجاهلها لحاجات الشباب للعمل وتحقيق المستقبل المبني على الطموحات الفكرية والمهنية، مما جعل الميدان المعرفي ساحة للأمية والخواء. لهذا نعتقد أن التجديف في خضم أمواج الطبائع البشرية يعتبر أمرا مجديا، فهناك صراع مستميت بين الذين يقومون بإعادة إنتاج المفاهيم التقليدية وضخها على نحو شاذ في روح المجتمع، وبين آخرين بؤساء يحاولون ما أمكن الصمود في وجههم، وهؤلاء يعيشون حالة من التذبذب وردة الفعل قياسا بمدى قدرتهم أم عدمها على المواجهة والتأثير. فحالات الخضوع وضعف البشري للمال واللهث وراء الانتفاع أربك كل فعالية متوقدة تحاول الصمود بوجه الأزمات المتلاحقة. أبرز ذلك البون الشاسع بين المرأة وذاتها كما الرجل وذاته، وقاد الفئة الشابة للمزيد من التخبط والانفعال، فالتقاليد الشمولية قادت القيم الطبيعية إلى استنزاف كامل، وجعل الفوضى هو المآل الخطر، حيث قادت ذكورية الرجل وتباهيه بفحولته العضوية إلى تحلل على صعيد المرأة، حيث يتمترس الرجل وراء حصن التقاليد والأعراف الماضوية، وتنغمس المرأة في عبادة الأقوى على نحو مرضي مخلفة حالة من الانغلاق والاغتراب. فهنا نجد الشقاء والأسى كقدر ناتج عن طريقة التفكير وسوء الأدوات والمزاج المهيأ لاحتضان كل تربية خشنة وروح مزاجية تفتقر للتهذيب والتروي. وهذا نتاج مجتمع مستعد للعداء تلقائيا نال قسطا وفيرا من الضغط الاقتصادي والإبادة الثقافية والانصهار على مدار عقود. لهذا نجد أن التغيير يمثل أهم تحدي بوجه تلك المفاهيم الضارة بالمجتمع وسلمه. نجد الغرق في الضياع والإحباط وابتذال الحياة السياسية كما الاجتماعية، وكذلك فإن تصوير المعاناة واعتبارها محط إيحاء بالأفكار المتآخمة قرب بعضها البعض، حيث يمكننا على ضوء المأساة فهم التراجيديا الطبيعية التي يعيشها الإنسان في كل محطات حياته في ظل الجهل المغلف بالأصالة حينا وبالعصرنة حينا آخر. فعرض مظاهر الحياة البائسة وكذلك بؤس الفكر وتفكك الحياة الأسرية هو تجسيد دقيق لأزمات المجتمع ومؤسساته المتردية، حيث نكران الإنسان الآخر لأجل أنانيته الهدامة، وكذلك انزواء
المعايير الجمالية والأخلاقية في ركن قصي ومهمل، إلى جانب ترهل الفكر وتسطحه وحالة التجهيل المتبعة والمغلفة بالقسوة التي يتلقاها الفرد في البيت أو في المدرسة أو مكان العمل. ضياع الحقوق الإنسانية يمثل النقطة الأكثر احتجاجاً في مسار الحياة العام، وكذلك غرق الفئات الفقيرة بمستنقعات الجهالة وعطالة الفكر والتباعد الأسري إثر هذا الضغط الهائل على موارد الكسب والعمل، حيث أن بنية المجتمع تبدو هزيلة ومعرضة لأقصى درجات الفوضى والتبعية والانحلال، حيث تؤثر أساليب السلطة القمعية على نمط حياة المجتمع وتمهد لمرحلة ما إلى حدوث أزمات داخلية في أوساطه. لهذا فغياب التنمية والعدالة هو مؤشر خطير لبروز الحريات وتفشي الفساد ومحاصرة الإنسان في كل مناحي حياته ومحاربته في قوته ولقمة عيشه. كل ذلك سبب التباعد الأسري والتفكك الاجتماعي، وأعطى بوادر الانقسام والفوضى والحرب الأهلية، حيث قادت المصالح الفئوية الناس كعبيد في ميادين الحياة، وجعلت الحركة الفكرية تتعطل لتصبح الحياة ضربة من الرعب والخشية المستمرة من المستقبل، حيث بغياب الإصلاح والفكر والمعرفيين الساعين لتنظيم حركة الحياة وإعادة لطبيعتها تنعدم أفق الحياة وتتلاشى المكتسبات الطبيعية، ويصبح الانقسام على أشده لاغيا حالة التآلف الطبيعي إثر ضرب منظومة القوانين التي تكفل الإنسان حياة أفضل وأكثر أمانا وديمقراطية. وبهذا نبين مغزى كفاح المعرفيين الشاق في ظل مطارق الفساد والقمع الذي هوت على رؤوس يقظة تعمل على إذابة الجهل عبر إصرارها على الحياة الطبيعية والحب الحقيقي. لم يكن التداوي بالجنس هو الحل الأمثل، بل كان سبيلا لمعرفة حجم هالة الاغتراب والضياع.